أيضا من الأمور الأخرى المهمة هي الأساليب التعليمية المتبعة والوسائل المتبعة. أيها الأخوة والأخوات، ما زلنا نتبع أسلوب التلقين، والطالب تعود على ما يعرف بالدرخ للمادة العلمية. الآن في واقع الدول المتطورة هناك أسلوب التحفيز الذهني، أو ما يسميه أهل الاختصاص العصف الذهني. هذا الأسلوب أيضاً يتبع في الدراسة الحوزوية. كيف نعود الطالب على أن يستخدم عقله وقدرته الفكرية في أن يفكر، أن يحلل، أن يستنتج؟ هذه مسألة مهمة. نستطيع أن نصنع طالباً ناجحاً إذا ابتعدنا عن هذا الأسلوب التقليدي في أن نلقن الطالب المادة العلمية دون أن نعطيه قدرة على أن يفكر من ذاته، يفكر في المادة العلمية، يحللها، يستنتج من هذا التحليل المعلومات المطلوبة للوصول إلى النتائج. هذا الآن في الواقع الأخوة الكثيرون الآن مطلعون يعرفون أن كثير من دول العالم التي تطورت وارتقت الآن أسلوب التعليم تغير لديهم. إضافة إلى الوسائل، ما زلنا هذه الوسائل التقليدية المتعارفة، هناك وسائل حديثة تسهل على الطالب الوصول إلى فهم المادة العلمية.